كنا قد علمنا في الفيديو السابق كيف كانت حياة عباده الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكيف كانت حياتهم، وكيف أحبهم الناس، وكيف عبدهم بعد وفاتهم من دون الله العلي جل وعلا، وكيف أرسل الله تعالى نبيه نوح، وكيف دعاهم وصنع السفينة. فماذا بعد الطوفان؟ هل ظهرت أقوام صالحة أم أن البشرية قد زادت في الطغيان والتجبر؟ تابعونا. بعدما أنجى الله تعالى نوح عليه السلام ومن آمن معه في السفينة، هبط إلى أرض الجودي بسلام وبركات من الله، وبدأوا بإعمار الأرض من جديد من بعد ما أغرقها الطوفان. وبدأت ذرية نوح عليه السلام بالتكاثر. كان من أبناء نوح عليه السلام 4 أولاد، وهم يافث وسام وحام، وقد آمنوا بنبوة أبيهم نوح عليه السلام. أما الابن الرابع وهو كنعان، فهو الولد العاق الذي عاق أباه وكفر مع أمه، فكان من الهالكين. ويقول الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن جميع أبناء البشر من أبناء نوح عليه السلام، فكان يافث الأكبر، وكان سام الأوسط، وكان حام الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية للإمام أحمد: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. ونزل سام إلى أرض اليمن العربية، ونزل حام إلى أدنى الأرض وهي إفريقيا الآن، ونزل يافث إلى الجانب الغربي فكان في بلاد الروم. وكان لأبناء سام 3 من الأبناء، وقيل 5، وهم أرفخشيد الذي يرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإرم وآشور، و2 آخرين وهما علام ولاوث. وأما حام فيرجع لهم 4 من الأولاد، وهو مصرايم وكوش وفوت وكنعان، فكانوا في إفريقيا، فاكتسبوا البشرة السمراء والملامح الجامدة. وكان من أبناء كوش الكوشية وبلاد نوبة. ويرجع أيضا الأحباش والهند والسند إلى كوش ابن حام. وأما مصرايم فهو أصل الحضارة المصرية، وكان من أبنائه الفراعنة. وأما فوت بن حام فجاء من نسله الشعب الأمازيغي والبرابرة، وهم بلاد المغرب الآن. وأما كنعان بن حام فقد سكن في أرض الجورجيين، وهي منطقة الشام التي تضم سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. وأصغر أبناء نوح عليه السلام هو يافث، وقد اختلف المؤرخون في عدد أولاد يافث، وهم عمر ويونان وماجوج وكاشح. وأضاف البيهقي علجان. وقالت التوراة: هناك فتى آخر يسمى ملجان. وأما نبي الله هود الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو فيعود نسبه إلى سام بن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
فهو هود بن شالخ ابن أرفخشيد ابن سام ابن نوح، وهو جد أكبر للنبي إبراهيم ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الكثير في تحديد أرض عاد، فقال البعض أنهم سكنوا أرض الشام، وقال البعض أنهم قد سكنوا أرض حضرموت، ومنهم من قال بأرض الحجاز، والعلم عند الله. وكانوا يسكنون الخيام ذات الأعمدة الضخام، وكما قال القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد أنعم الله تعالى على قوم عاد، فقد كانوا أقوياء ولديهم عتاد قوي، ولديهم جيوشا قوية تجعلهم تغير على القبائل الأخرى التي تجاورهم، فكانوا أقوياء، وكانوا يتفاخرون بهذه القوة أمام القبائل الأخرى، ومن يعصي لهم أمرا يبطشون به. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وإن قوم عاد الأولى أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكانت أصنامهم 3، وهم صد وصمود وهارا. فبعث الله تعالى نبيه هود ويذكرهم بأن الله تعالى قادرا على أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن الله تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشا. ولم يلقى نبي الله هود إلا جحودا وإنكارا لدعوته، فقد اتهموه بالسفاهة واتهموه بالضعف، وقالوا لهود عليه السلام: ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. وقالوا: ما أنت إلا بشر تأكل مما نأكل وتشرب مما نشرب، كما قال الله عنهم في كتابه العزيز. ولما استيأس هود عليه السلام منهم ما كان أمامه إلا أن يتوجه إلى الله وقال: رب انصرني بما كذبون. وجاء الرد الرباني كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: عما قليل ليصبحن نادمين. وبدأ عذاب الله لقوم هود بالجفاف الشديد الذي جفت فيه الأنهار والمياه، فأصبحوا في قحط شديد. فطلب هود من قومه أن يؤمنوا به وأن يدعوا الله حتى يكشف عنهم هذا العذاب، ولكنهم صلوا على عنادهم واستكبارهم، فساق الله لهم سحابة سوداء ظنوا أنها الغيث، وما هي إلا فيها العذاب الأليم. وكان عذاب الله لقوم هود أليما شديدا، فقد أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسوما، فكانت تقلع الذكور والإناث كما تقلع الأشجار، فتدكهم على رؤوسهم في الأرض. وبالرغم من البيوت العظيمة التي بناها قوم هود عليه السلام، إلا أنهم أصبحوا كأعجاز نخل منقعر. وأما قوم هود الذين آمنوا معه فقد نجاهم الله بعدما اختبأوا في بيت بسيط، ولكن معية الله أنجتهم. وقال تعالى:
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، وهكذا نجى الله تعالى قوم هود. إلى هنا انتهت حلقة اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. في أمان الله ورعايته.